متابعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أروي لكم قصة قديمة عن الظلم. الله يكفينا شر الظلم، لأن الظلم ظلمات. هذا واحد تزوج والله رزقه بولد، واشتغل بالتجارة والله عطاه، وله أخو ما الله قسم له شيء من التجارة الأرزاق، ويعطيه أخوه ما يقصر فيه. وراح أخوه هذا الثاني اللي ما الله قسم له شيء، راح يترزق الله في هالمناطق. يوم دارت السنين والله فتح له أبو الولد هذا من الأرزاق والخير، وصار من التجار الكبار. دارت السنين وتوفى أبو الولد رحمه الله. جاء أخوه اللي هو عم الولد قال: أنتم عندكم تجارة، أعطني وكالة حصل لكم الأموال والعقارات. طبعا الأم لا تقرأ ولا تكتب ولا تعلمت، والولد وثق بعمه عطاه وكالة. راح عمهم حاصر العقارات وباعها، والتجارة كذلك صفاها، حط لهم محلين اللي حولهم علشان ما ينتبهون للبيع والحاجات هذه. تزوج عمهم، تزوج. أبو الولد عنده قصر كبير ومساحة كبيرة. المهم صفى جميع الحقوق باسمه اللي هو عمهم، وبعدين جاهم قالوا: نبي تطلعون من البيت، بيتنا يا قال بس. راحوا تقدموا لها الجهات المختصة، قالوا: أنتم معطينا وكالة ولكن ننظر في الوضع. طبعا الأموال والعقارات كلها راحت باسمه، وصار تاجر كبير، وجابوا عياله. في يوم من الأيام قالوا: نبي نتمشى بأحد الدول الخارجية. راحوا تمشوا. طبعا البيت غير أثاثه وعدل فيه تعديلات وحسن فيه تحسينات واجد. سافروا، أخذوا شهر ورجعوا. أخذوا تاكسي من المطار إلى القصر، لكن قبل أن يصلون صار عليهم حادث. راحوا العائلة كلها، اللي هو العم وعائلته كلهم راحوا، توفوا. الوريث لهم الولد هذا، الوريث العمة الولد هذا. فرجع كل الأموال اللي بالبنك والقصر كلها رجعت للولد. فسبحان الله العظيم مقدر الأقدار، والظلم ظلمات. الله يكفينا شر الظلم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.